الجمارك الطوغولي 3 أهداف مقابل لا شيء. الدقيقة 14 ضربة جزاء لنادي الوداد الرياضي البيضاوي، ونشوفوا المشروعية ديال ضربة الجزاء. تفضل سي طلال. هنا اللاعب ديال فريق الوداد البيضاوي الوقت اللي بغى يقوم بعملية ديال المقص تم الدفع ديالو من الخلف من طرف المدافع ديال الفريق الخصم، وتم الاسقاط ديالو. العمليه يعني هنا اللاعب ما يعني العمليه ديال ضربه المقص ما كتمش بالشكل الجيد، لانه كان هناك دفع من الخلف ديال المدافع ديال الفريق الخصم، وبالتالي كان القرار ديال الحكم هنا سليم باعلان عن ضربه جزاء. سي مفتوح. بالفعل وكتتم لما قال السي طلال، وهي العمليه انه لا تنشوفوا حتى انشغال. هذا شيء مهم بالنسبه للحكم للقياس مدى واش هذا اللاعب انه مشى يلعب الكره ولا ماشي يلعب. في الوقت اللي تنشوفوا ان اللاعب ميتيس انه تهز باش غادي يدير لو كوت سيزو، ما كاين حتى شي اللاعب المدافع ما فكرش في الكره. تنشوف ان الكره في واحد الاتجاه، يعني ما يمكنش تكون عنده الكره هو باتاتا المدافع. لا ما فكرش السباقيه كانت ديال ما فكرش يمشي. كان يمكن له يفكر في الوقت مثلا في هذه الحاله. شنو يديروا اللاعبين؟ تيشوف ان اللاعب غادي يدير لو كوت سيزو، تيمشي هو براسو ولا شي حاجه باش هو يكسب الخطا. هذيك كتبقى ذكاء وتجربه ديال المدافع. اللاعب هنايا شنو كان الانشغال ديالو؟ خلى الكره ولا هي ما مشاش لها في الاتجاه، ومشى في الاتجاه ديال اللاعب ديال الجسم ديال اللاعب، واللي ديزيكيليبراه في العمليه اللي كان غادي يقوم بها. والقرار ديال الحكم كان صائبا في هذه الحاله. 25 شوفوا التسلل ضد مهاجم الوداد. شوفوا هذه الحاله، واش فيها تسلل ام لا؟ تفضل سي طلال. هنا العمليه ديال التسلل كنشوفوا التموضع ديال الحكم المساعد اللي كان تموضع جيد شيئا ما، وكان اللاعب ميتيس في حاله ديال التسلل يعني واضحه بواحد 50 سنتيمتر، فبالتالي القرار ديال الحكم المساعد كان قرار سليم بالاعلان عن تسلل ضد فريق الوداد البيضاوي. سي مفتوح. بالفعل هنالك تسلل في هذه الحاله، وكان قرار الحكم صائبا فيها. نعم. غادي نمشيو لدقيقه 26 نشوفوا تدخل ضد اللاعب رابح. نشوفوا التدخل اللي كان فيه غياب ديال البطاقه، غياب ديال القرار الانضباطي. ونشوفوا التدخل هنا كان تدخل في حق رابح، وكنذكروا ان التدخل كيذكرنا باللقاء الاخير ديال الوداد في الدوري. تفضل سي مفتوح. بالفعل هنالك تدخل، وخصنا واحد المساله اللي خصنا وربما خصنا نثيروها، وهي ان القرار ديال الحكم عندما يكون بالفعل ان الخطا يمكن ان يكون هناك خطا ويكون الاعلان عنه، ولكن عدم الاقران ديال الخطا بما يلتزمه من عقوبه انضباطيه فهو تيفرغ. بالفعل تيفرغ يعني القرار من المحتوى ديالو. نعم. حقيقه كاين القرار، ولكن في الوقت ما تتعطيش ما يساويه من العقوبه الانضباطيه، فانت لا تقدر ان تحدد ما بين. وهذا تدخل بالمرفق اللي شفناه. بالفعل هذا تدخل بالمرفق، باللي ما تقدرش تفرق الخطا واش هو باهمال. هنا ما تقدرش تفرقه واش هو باهمال او بتهور او بقوه زائده. الخطا موجود واي واحد يمكن له يعلن، ولكن هنا تتبقى القيمه ديال الحكم والقدره ديالو على تمييز ما بين يعني ثلاثه ديال العناصر وتحديدها. هنا تيفقد الحكم يعني ذاك التحكيم الحقيقي اللي خصو يكون. تفضل طارق. انا غير الصوره كتبان لي انا من خلال الصوره هناك الخطا موجود، ولكن يستلزم معه القرار الانضباطي. هنا كان على الاقل يعطيه الصفر هنا، لان اللاعب الوقت اللي راوغو رابح مشى له بالذراع ديالو وضربوه على مستوى الكتف ديالو، فهنا كانت الورقه الصفراء واضحه هنا. نمشيو لدقيقه 36 نشوفوا تدخل اخر من مدافع نادي الجمارك، ونشوفوا هذا التدخل واللي كان مقرون بالبطاقه الصفراء. شوفوا تدخل. تفضل سي طلال. هنا كاين الانذار الثاني هذا اللي كان. بالفعل هنا كاين خطا ارتكب بتهور. هنا الحكم كان يعني على صواب الوقت اللي وجه الانذار الثاني للاعب وطردوه، فالقرار ديالو مستحق بالنسبه لي انا، لانه مشى بقوه من الخلف وسقط اللاعب. سي مفتوح. الا ان وربما الملاحظه رقم اللاعب رقم 30، هذا الخطا الرابع اللي تم على اثر الطرد ديالو خلال المقابله. فهذا اللاعب هذا ما كانش خصو يبقى حتى لهذا الوقت هذا اللي تصطاد فيه، لان قام 3 ديال الاخطاء وجه له انذار، وبعد الانذار قام بنفس العمليه يعني بصوره تقريبا يعني بنفسها اللي هي تتشابه هذه العمليه، ولم يتم انذاره في المره الثانيه وفي المره الثالثه الى ان
طرد في المره الرابعه. هذا هو الشيء اللي خلاه يتمادى في الاخطاء ديالو القويه. برافو عليك، هذا هو الشيء اللي تيشوف ان اللاعب حتى اللاعبين تيحسوا بالحكام مدى القدره ديالهم على التدخل ومدى الشخصيه ديالهم كيف مادام انه تمادى في الاخير يعني من بعد الخطا الرابع وبنفس المقاييس عاد تم الطرد ديالو في هذه الحالات. 41 شوفوا التسلل الموجود ضد مهاجم فريق الوداد. شوف هذه الحاله التحكيميه، واش فيها تسلل ولا ما فيهاش تسلل. وغادي نشوفوا الاعاده هنا. تفضل سي طلال. هنا غادي نعاود نرجعوا للعمليه ديال ما عندناش يعني الخط الفاصل. غادي نشوفوها مزيانه سي طلال. لا وان كان كيبان على نعاودوا نشوفوا. غادي نشوفوها لان كنظن هذه كانت واضحه من اللقطه الاولى. نشوفوا اللقطه. شوفوا اللقطه لان كنتكلموا على اللاعب اللي غيمشي للكره. وغادي نشوفوا هنا لاحظ يعني كنشوفوا مدافع بالازرق. واخا انا خصني غير تفضل. لا انا صراحه صعيب باش نجزم فيها لانه كما قلت وان كان كيبان شويه اللاعب الوداد هو متاخر شويه يمكن يخرج، ولكن صعيب انا لا اجزم في هذه الحاله. غادي نعاودوها. تفضل السي بالفتوح. انا هنا ربما الملاحظه اللي نشوف نعاودوها لا نرجعوا من قبل الله يجازيكم بخير. قبل الفوق اللي غادي يقول التداخل ديال اللاعبين ديال فريق الوداد، لان هنا كان لاعب داخل ولاعب خارج. اللاعب اللي خارج هذا كان متسلل. لا ماشي كان متسلل، كان في موقع تسلل. اللي كان في موقع تسلل باش نفسروا. هذا اللاعب هذا خارج. اللاعب اللي غادي يدخل اللي هو الان هذا اللي تيصدح لنا ديال نزيدوا قبل نزيد نرجعوا للور. داز الكره وباقي هو قبل ماذا زيدوا نرجعوا للور هنا. ماشي هنا فوالا هذه العمليه هنا من هذه العمليه هذه. لا رجعوا كاين واحد اللقطه الا كان ممكن مروان وربما هي اللي عطات الخلط للحكم باش انه شويه وغنوقفوا الى ممكن مروان تابعني الله يخليك. زيد مروان نزيدوا غتبان واحد اللقطه من بعد الحكم من بعد ما يبان الحكم غتكون عندنا لقطه اوضح بالضبط. هنا من بعدها بشويه غنشوف واحد اللقطه هنا قبل منا. اذا كاين الخلط فين واقع عند الحكم. كاين اللاعب ديال فريق الوداد اللي كان في موقع تسلل وتبقى دائما موقع تسلل. اذا موقع التسلل لا يعاقب عليه. اذا الخروج ديالو والدخول ديال اللاعب الان تنشوفوا ديال فريق الوداد الان في الانطلاقه ديال المقابله غير متسلل بتاتا. ما كاينش تسلل لانه هنا مغطي باللاعب الاخر. وربما هنا الخلط اللي وقع الحاله ليس فيها تسلل، ولكن الحاله عند الحكم اللي وقع له فيها الخلط وهي اللاعب انه اللي خارج واللي كان في الموقع. هنا تجي واحد العمليه تتقال خلال تتقال الفو فوار اي اتوندر. شوف وانتظر فوق عاد من غادي تمشي الكره. اذا مشيت عند اللاعب اللي خرج اللي كان في الموقع ديال التسلل فاذا استفاد من الموقع او شارك في العمليه. اللاعب الاخر لم يكن هنالك تسلل للاعب الاخر. بالفتوح هنا الحكم راه هز الرايه على اللاعب ماشي على اللاعب اللي كان في موقع تسلل. هنا باين على انه هز على هذا اللاعب اللي انطلق واعتبره هو انه كان متسلل. دابا طلال كتبين لك اللقطه فيها ما فيهاش تسلل. كتبان لك انا اللي تيهمني ماذا كان قرار الحكم؟ هل كان صائبا ام كان لم يكن صائبا؟ هنا في هذه الحاله وعلى مستوى دولي بالنسبه لحكم دولي هنالك لم يكن صائبا في قراره مع رغم وضوح. اذا الحكم كنظن اللي واضح كيف ما قلنا انه رفع الرايه على اللي مشى للكره اللي ما كانش رغم ذلك ما كانش في وضعيه ديال التسلل. اللاعب كان في وضعيه سليمه. الحاله ماذا تساوي؟ ليس هنالك تسلل. ماذا كان قرار الحكم؟ كان قرار الحكم اعلان عن تسلل فالحكم كان مخطئا في القرار. 41 شوفوا تسلل اخر ضد مهاجم الوداد. غادي نشوفوا هنا الحكم لنا تسلل اخر. لاحظوا فين هو الحكم بعد المساعد التمركز ديالو ما كاينش. نزيدوا العمليه غادي يبان ولا مشى هو مع اخر نكملوا اللقطه. لا الحكم هو الحكم تابع اخر مدافع. لكن التقديرات كيفاش التقدير بان لي شويه الحكم هنايا التقديرات دولي والكاف وتعيين. الحكم في التقديرات ديالو هنا الحالات ديال التسلل تقديرات خاطئه يعني هذه حاله واضحه يعني وضوح الشمس. ليس هناك تسلل. ما عرفتش انا حكام دوليين اش بقى لنا نقولوا الحكام المغاربه ديالنا حنايا فهاد الحكام على مستوى الدولي. لا حنا اتفقنا في كاس افريقيا. شوف الاخطاء اللي كيقوموا بها. اتفقنا في كاس افريقيا التحكيم الافريقي فيه شي حاجه ماشي هذيك. اتفقنا يعني كاينه شي حاجه. كاينه حاجه كاينه في الاشخاص. نعم. والاشخاص كيف يدبرون المعلومه.
نعم. ما هي لا فمن في من يلقين ولا في من يعلم ولا في من ما واخا عاد التسلل فاش يمكن نصنفوا هذا الخطا؟ تنقول بان هذا هو ربما قلتي الحكم يقدر، وعندما لا يقدر لا يقدر بصفه عام بصفه اجماليه. فانت كحكم ما استطعتيش تقدر بحال هذا الشيء. من يقدر القيمه الحقيقيه لهذا الحكم من اجل انه يكون في هذه المواقع هذه. نعم. هذا هو الاشكال الحقيقي. هنا تكلمتي ربما منذ اسبوعين على التركيز على بزاف ديال الحوايج. هذه اشياء يجب ان تدرس وماشي بالصفه السطحيه التي تقول تكلم تيجي تقول خص هذا يركز وخص هذا يدير. قول له فسر لي شنو هو التركيز. اللي فاقد الشيء لا يعطيه. تركيز واحد عمليه مركبه، عمليه بسيكولوجيه، عمليه متخصصين كيف يتفاعلوا مع الاشخاص اللي هما كحكام. وهذا التركيز هذا اللي تنهضروا عليه عنده مؤثرات داخليه، عنده مؤثرات خارجيه، عنده واحد العده خارجيه عن التكوين. انا جايه من البيت، ماشي خارجيه انا في الوقت من اشياء ما دام في التركيز تنقول تنهضر مع نفسي انا كحكم وعندي واحد عده شوائب او ثم لي بارازيت اللي هما انترن. هاد لي بارازيت هما الحالات الخاصين بيا كحكم في العيشه ديالي، في الحياه الشخصيه ديالي والعمليه. تندخل للملعب عندي مؤثرات. وربما انا شرت الاسبوع اللي فات قلت في واحد العمليه جا زرق جا باش انه يقدم بطاقه صفراء، وقلت لكم وربما السي الزكي راه قدم البطاقه الصفراء قبل ما يقدمها زرق. هذاك عمل تاثير وربما قد يؤثر سلبا او ايجابا على الحكم، لانك واحد العامل خارجي في الوقت اللي حتى نشوفوا بعض العمليات تشوف اللاعب تيسقط تجبر ذاك اللاعب يطالب الحكم بتوجيه البطاقه او تدير لها شيء. هذاك العامل واش هناك استطاعه وقناعه لدى الحكم بعدم التاثير. تشوف ان توقع حاله تنشوف واحد المجموعه ديال الناس اللي تبدا تتغوت. واش هاد المجموعه تجبر الحكم المساعد في الوقت اللي توقع واحد الحاله قدامه واحد لو بون توتوش كل شيء تيغوت اورجو واش عنده القدره للتحكم يعني انه اليميني هاد الشوائب الخارجيه او هاد لي بارازيت اكسترن اللي يمكن لها تكون مؤثره على القرار ديالو. نعم. اذا هذا الشخص هذا شكون هو؟ نعم طلال. لا غير هنا حكم في هذا المستوى، حكم دولي خصو يقوم بالواجب ديالو من خلال التطبيق السليم لقوانين اللعبه فقط. نعم. هنا الحكم وصل للمستوى ديال الحكم دولي خصو يطبق القانون بطريقه سليمه. في المساله ديال الحكم هنا الحكم هنا في هذه الحالات هذو لان السلم المتحرك خاصو يطبق ماشي غير عندنا عند كل شيء. عند الجميع. غادي نمشيو لدقيقه 65 نشوفوا تدخل ضد مهاجم الوداد. وهذا التدخل واش فيه خطا ام لا؟ ولا فيه خطا واش خاصو يكون مقرون عقوبه انضباطيه؟ تفضل طلال. هنا كاين خطا ويستلزم القرار الانضباطي. بالنسبه لي انا هنا كاين اسقاط من الخلف، يعني كاين تدخل هنا بتهور. فوت ما يضرب كره ضرب المدافع، كاين تدخل بتهور مشى للرجل ديال اللاعب وسقطوه. هنا خصو انذار بالفتح. ماشي مع فاطمه يضرب الكره يضرب المهاجم فوق. نقول غادي فوق فاطمه يضرب الكره يضرب المهاجم في الوقت اللي غادي يمشي يلعب معاه الكره رمى رجله الكره. هذا اللاعب خلى الكره ومشى للاعب. هنا الا كانت فاطمه غادي يضرب الكره غادي يضرب المهاجم، اذا مشى يضرب الكره اذا هذا يسمى خطا باهمال. اما عندما هنا تدخل العمليه ديال التهور انني ما مشيتش نلعب الكره للرجل ديال اللاعب. فيجب ان تقرن القرار التقني بالقرار الانضباطي. 94 شوف تسلل اخر هل موجود ضد مهاجم الوداد. شوف هذه الحاله التحكيميه هنا. تفضل سي بالفتوح، تفضل سي طلال. مع الاسف هنايا اللاعب كينطلق من نصف الميدان ديالو وهنا كترفع علو هذه الابجديات ديال التسلل او ديال التحكيم. كيقول لك لا يعتبر اللاعب متسللا اذا كان يتواجد في نصف الملعب ديالو اثناء التوصل ديالو بالكره. هذا تفضيل عطاه اللاعب كيشوف الحكم كيشوف اللاعب. تشير اليه النقطه رقم واحد من يعني لي بوزيسيون او المواقع ديال التسلل، وهي اللي تتلغي التسلل، وهي تنقول تجي كره من 5 متر 50 عندما هي النقطه رقم واحد تقول عندما ينطلق اللاعب من نصف ميدانه. وهذه كما قلتي ابجديات ديال انا غادي نمشيو كنظن شي اخطاء شفنا اليوم ديال التحكيم صراحه، خصوصا في الحالات التحكيميه ديال التسلل. لا حول ولا قوه. فللاسف الشديد واخا يمكن نقول ان كنشوفوا صراحه كنشوفوا الدوريات الاوروبيه، كنشوفوا البطولات، ما كنشوفوش بهذه الصوره بهذه الحده شيئا ما. غنرجعوا نفتحوا قوس في هذا المجال.